في واحدة بتقول أنا مخطوبة من 6 شهور لواحد يبان قدام الناس إنه محترم و1000 واحدة تتمناه، لكن في الفترة اللي قضيناها مع بعض بان قدامي على حقيقة وعرفت قد إيه هو شخص أناني وما بيحبش إلا نفسه. وهحكي لكم دلوقتي عن بعض المواقف اللي حصلت واحكموا أنتوا بنفسكم. مثلا لو جينا في يوم وعزمني على الغدا بره، ألاقيه كل الأكل كله وبعدها يدخل على أكلي ويخلص عليه بحجة إنه لسه جعان، وما بيفكرش حتى إذا كنت أنا لسه جعانة ولا لا. ولو متفقين نخرج مع بعض بيخليني أروح له أقرب محطة علشان ما يتعبش نفسه ويجيلي. ولو نازلين نشتري حاجة ألاقيه بينقي لنفسه اغلى حاجه في المكان، وساعه لما يجي عندي ويلاقي ان في حاجه عجباني بيقعد يقول لي عليها انها وحشه ومش اصليه، وحرفيا بيكرهني فيها علشان ما نشتريهاش. ولما بنركب مواصلات ما بيكونش في غير كرسي واحد، ويا دوب اقعد عليه دقيقتين الاقيه يقول لي انا رجلي وجعتني من الوقت، ويقوم موقفني ويقعد هو مكاني. ومش بس كده، ده حتى لما بكون معاه في مكان واطلب منه انه يجيب لي ميه علشان عطشانه يقوم شارب 3 4 ازايز ويسيب لي بق صغير بحجه ان هو كمان عطشان. ومواقف كتير جدا من وحشتها انا مش قادر احكيها ولا اقول عليها، وانا دلوقتي مش مرتاحه معاه وعايز اسيبه. ولما حكيت لمامتي واصحابي على كل المواقف اللي حصلت كلهم شايفين انه عادي وانه بيحصل ما بين اي 2 مخطوبين، وبيقولوا لي ان انا لو سبته عمري ما هلاقي حد زيه. وانا بجد نفسيتي تعبت جدا ومش عارفه مين فينا اللي صح، انا ولا هو.